السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة أبو زيد، ويلا بينا هنعمل مع بعض وصفة. يعني هي ايه، حاجة كده بسيطة للي عاملين دايت او الناس اللي مش بتحب الجبنة دي. الجبنة دي معايا جبنة هنا قريش، طبعا انا من الناس اللي مش بحبها لان منحها خفيف، بس هي فيها فوائد كتير. هنعملها مع بعض بطريقة حلوة جدا، هناكلها للدايت، للعشاء، للفطار. ممكن نعملها جنب طبق بتنجان او طبق فول كده، ويبقى في ايه، وقت غدا. معايا هنا الجبنة القريش قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا جبت فلفل اخضر وطماطم. وهبدأ هنا اقطع الفلفل الاخضر قطع صغيرة او مربعات صغيرة كده. تمام كده. هنقطع الطماطم برضو مكعبات صغيرة بالتقطيع اللي تريحك طبعا. بعد ما اقطع الطماطم هنزل بيها على الجبنة اللي احنا قطعناها برضو مكعبات. تقدري تضيفي الخضار اللي انتي بتحبيه عليها. تمام كده. هبدأ هنا احط شوية من السماق، بيديها طعم ولون حلو جدا. هنزل هنا بمعلقة كده من الزعتر السوري اللي بالسمسم، برضو هيديها طعم حلو جدا. هنزل هنا بشوية بقى زيتون، زيتون كده اسود مخلي زي ما انتوا شايفين، برضو هيخلي الجبنة بتاعتي تتاكل، وفي نفس الوقت ان هو يعني مفيهوش، يعني مش يعني حاجة كده ما تضرش الدايت. بقلب كده، وهبدأ هنا انزل بقى، ممكن ننزل بزيت زيتون او زيت بذر الكتان اللي هو الزيت الحار بتاعنا، لان الزيت الحار برضو ليه فوائد ومش مش بيتخن يعني. هقلب بقى السلطة الجميلة دي كده، ونبدأ ناكلها مع بعض كده بألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوا الوصفة تعجبكم، و اكتبوا لي في الكومنتات لو جربتوها. كانت معاكم أميرة أبو زيد، متنسونوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة.